وانا صغير لما كان بيخش عليا مدرس الدراسات او مدرس التاريخ ويقعد يتكلم معانا في التاريخ المصري ويكلمني على التاريخ الفرعوني والملك مينا والاسكندر الاكبر وبطلميوس وكليوباترا، ويخش يتكلم على التاريخ الاسلامي وهجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، كنت اقعد كده ابص له بصات غريبه كده يا عم، اقول له انت بتقول ايه يا عم؟ هو انت عرفت الكلام ده ازاي يا عم؟ هو انت كنت معاهم ولا ايه في الاحداث دي؟ انت عندك كام سنه لكل اللي انت بتقوله دوت؟ حتى افكر كده واقعد ابص له كده واستغرب، ايه يا عم اللي انت فيه ده؟ انت جايب كم من المعلومات دي كلها منين يا عم انت؟ انا النهارده يا صديقي جاي اكشف لك السر دوت واقول لك احنا جايبين المعلومات دي كلها منين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب قلبي طلاب أولى بكالوريا، يا رب تكونوا بألف خير. معاكم مستر زياد عماد من قناة مستر الزوز. ما تنساش يا صديقي قبل ما تتفرج على الفيديو لايك للفيديو، كومنت كويس، وتفعل زر الجرس وتشير الفيديو لكل زمايلك عشان ما يفوتكش كل جديد يا حبيب قلبي. يلا بينا نكشف السر النهارده حبيب قلبي، وهو في درس مصادر دراسة الحضارات. يعني ايه يا عم زياد مصادر دراسة الحضارات؟ قال يا صديقي يعني ايه هي الحاجة اللي بتساعدني ان انا ادرس التاريخ؟ ايه الحاجة اللي انا بجيب منها المعلومات عشان اقف قصادك النهاردة واشرح لك الدرس يا صديقي؟ ما هو انا مش جايب من اي حتة، انا في مصادر بجيب منها المعلومات ديت عشان اعرف اصور لك الفيديو دوت يا صديقي، صح ولا لا؟ يبقى درس النهارده يا صديقي بعنوان مصادر دراسة الحضارة. يعني ايه هي الحاجات اللي بتساعدني في دراسة ايه يا مستر؟ الحضارة. ايه هي الحاجات اللي بتساعدني في دراسة ايه؟ الحضارة. ولا يا صديقي والله هم مش حاجة واحدة، قال لي ده هم حاجتين، نوعين من المصادر، وهي المصادر الأولية والمصادر الثانوية. المصادر الثانوية بقول عليها المراجع برضو، يبقى هي ليها اسمين يا صديقي. المصادر الثانوية ليها اسم تاني اللي هو المراجع، والمصادر الأولية. طب ايه يا عم زياد ايه هي المصادر الأولية؟ وقال لي ايه هي المصادر الثانوية؟ قال لي حبيب قلبي والله المصادر الأولية دي هي كل ما كتب أو نقش وينتمي لزمن وقوع الحدث. يعني كل ما أي حاجة اتكتبت أو اتناقشت في زمن وقوع الحدث. طب إيه هي المصادر الثانوية؟ هي مؤلفات التي كتبت بعد انتهاء الحدث بفترة، بوقت كبير. يعني مثلا الحدث حصل النهاردة، بدأت الناس تكتب عن الحدث ده بعدها بكام شهر، بعدها بكام سنة، بعدها وهكذا. تمام؟ يبقى هي حاجة اتكتبت بعد انتهاء زمن الحدث أصلا. تمام يا رجالة؟ طيب يبقى أنا كده صديقي عندي المصادر الأولية هو كل ما كتب أو نقش في زمن وقوع الحدث ينتمي للواقع اللي احنا فيها دلوقتي. لكن المصادر الثانوية حبيب قلبي هي المؤلفات التي كتبت بعد انتهاء الحدث أصلا. تمام يا رجالة؟ هديكم مثال كده. أنا دلوقتي بعد الفيديو اللي أنا رايحه دلوقتي، الفيديو اللي أنا بصوره دلوقتي حالا ده، أنا رايح حصة. حلو الكلام يا صديقي، وأنا عارف إن أنا فعلا اتأخرت على الطلبة دي نص ساعة. أنا رايح لهم دلوقتي السنتر وأقول لهم معلش يا شباب حقكم عليا، أنا اتأخرت بسبب إني جيت الاستوديو متأخر، وفي نفس الوقت يا عم زياد الطريق كان زحمة كده وفي مشاكل والعربيات فوق بعضها والدنيا بايظة على الآخر. فالمهم وانا في السنتر قلت لهم الكلام دوت، قلت لهم على الواقعة اللي انا تعرضت لها، ده سبب يخليني ان انا اتأخر عليكم النص ساعة ديت. وفي الاخر يا شباب في طالب من اللي موجودين روح لمامته في البيت، قالت له يا منيل انت ايه اللي اخرك؟ قال لها معلش يا امي مستر زياد اتأخر علينا. جه باباه قال له انت اتأخرت ليه؟ بدأ يحقق معاه. جه باباه قال له انت اتأخرت ليه يا ابني؟ قال له اصل يا بابا مستر زياد كان تعبان شوية فاتأخر علينا. ايه ده يا عم انت تعبتني؟ انا مش تعبان يا عم، انا قلت لك يا صديقي ان انا اتأخرت عشان كنت بصور فيديو، وفي نفس الوقت كان الطريق وحش جدا عشان كده اتأخرت عليك.
انت رحت نقلت نفس الحدث دوت بس غيرت فيه الكلام. انا قلت لك الطريق وانت قلت ان المستر كان تعبان. يبقى انا يا صديقي اللي شاهدت الحدث، وانا اللي عارف الطريق باحوال الطريق، وانا اللي قلت لكم كل حاجه. يبقى انا كده المصدر الاولي. انت لما رحت حكيت لماما وماما حكت لبابا وبابا جه كلمك، بقى كل ده مصدر ثانوي. بس خد بالك يا صديقي، المصدر الاولي اللي هو انا لما جيت حكيت لك، انا دقيق في حكايتي جدا، قلت لك كل حاجه حصلت. لكن لما انت خليته مصدر ثانوي حبيب قلبي، انت غيرت في الكلام وقلت ان انا كنت تعبان رغم ان انا مش تعبان. يبقى انا يا صديقي اكثر دقه. يبقى انا ايه؟ اكثر دقه. صح كده يا صديقي؟ يبقى المصادر الاوليه اكثر دقه من المصادر ايه؟ الثانويه. على ما اعتقد المثال ده فهمك يعني ايه مصدر اولي ومصدر ثانوي اصلا. طيب بيقول يا صديقي، يبقى انا كده المصادر الاوليه هو كل ما كتب او نقش، كل ما كتب او نقش وينتمي لزمن وقوع الحدث. طيب المصادر الثانويه هي المؤلفات التي كتبت بعد انتهاء الحدث. وعرفت يا حبيب قلبي ان المصادر الاوليه دي يا صديقي هي دقيقه جدا. دقيقه ايه جدا؟ لان هي بتبقى معاصره للاحداث. لكن المصادر الثانويه ما بيبقاش فيها دقه. حلو الكلام؟ طيب تعال نشوف المصادر الاوليه اهميتها. خدوا بالكم يا رجاله، الاهميه اللي انا هقولها هي موجوده في المصادر الاوليه والمصادر الثانويه. تمام؟ اهميه المصادر على العموم يا عم زياد، قال لي تعد من انتاج الانسان نتيجه تفاعله مع البيئه. هو مين اللي بيعمل المصادر الاوليه؟ ما هو الانسان برضه، صح ولا لا؟ مين اللي بيعمل المصادر الثانويه؟ هو الانسان. الانسان لما بيتفاعل مع البيئه بيعمل احداث، هي مصادر. بيقول يا صديقي بدون المصادر دي يصعب التوصل الى الحقائق التاريخيه ودراستها. يعني من غير المصادر احنا مش هنعرف اي حاجه عن التاريخ، صح ولا لا؟ طيب تالت حاجه ان هي مصادر مهمه جدا لتوثيق المعلومات والاحداث ايه يا صديقي؟ التاريخيه. طيب حلو الكلام ده. بيقول لي المصادر الاوليه بتتميز بان هي ايه؟ اكثر دقه من المراجع. اكثر دقه من المصادر ايه؟ الثانويه او المراجع. وده دليل على المثال اللي انا قلت لك عليه. انا رحت قلت لهم في السنتر ان انا والله الطريق كان وحش يا جماعه، صح ولا لا؟ واتاخرت عشان التصوير. هو راح نقل الكلام ان انا كنت تعبان. يبقى انا كده اكثر دقه منه ولا لا يا صديقي؟ يبقى يا مستر المصادر الاوليه اكثر دقه من المراجع، فهي معاصره للاحداث التاريخيه وقت وقوعها. صح؟ يعني مثلا عندي خوفو، مش خوفو دوت مصدر اولي، صح ولا لا؟ لانه ده لما جه اتكلم على الاهرامات هو كان موجود لانه هو بنى هرم خوفو، صح ولا لا يا رجاله؟ طيب انواع المصادر الاوليه قال لي زي الاثار، البرديات، الاسطراقه، النقوش، النقود والمسكوكات، وكتابات المؤرخين القدماء. وكل ده هنتكلم عليه بالتفصيل دلوقتي. طب المصادر الثانويه تتميز بالمراجع، انها متوفره وسهل الحصول عليها وتعتبر بديل للمصادر الاوليه. خدوا بالك يا رجاله، المصادر الاوليه يا رجاله صعبه في الحصول عليها. صعبه في الحصول ايه؟ عليها، لان هي مصادر قديمه جدا، هي مصادر دقيقه، بس في نفس الوقت صعبه ان انا اجيبها. يعني انا دلوقتي عايز ادرس عن الاهرامات، هل هروح الاهرامات واقول لهم معلش ادوني حجر من الهرم ادرسه؟ ولا عايز اخش الهرم اخد منه حته اللي في؟ لا مش هينفع. او ممكن اروح اقول لهم معلش ادوني حته اثار اشوف بس ادرس عليها حبه حاجات، ادوني برديه يا جماعه من عندكم من المتحف؟ لا طبعا، هتروح تعمل تصريح للحكومه وليله كبيره، فصعب قوي الحصول عليها. لكن المصادر الثانويه يا صديقي هي متوفره وسهله، بس هي مش بتبقى ايه؟ مش بتبقى دقيقه زي المصادر ايه؟ الاوليه. حلو الكلام يا صديقي؟ يبقى المصادر الاوليه يصعب الحصول عليها، لكن المراجع او المصادر الثانويه متوفره وسهل الحصول عليها وتعتبر بديل للمصادر الاوليه المفقوده يعني. حلو الكلام؟ انواعها كتابات الفلاسفه وكتابات الشعراء والاساطير. يبقى ببساطه يا صديقي كده نعمل مقارنه بسيطه جدا ونلخص الحوار اللي انا قلته ده دلوقتي. يعني ايه مصادر اوليه؟ هو كل ما كتب او نقش وينتمي لزمن وقوع الحدث. يعني ايه مصادر ثانويه او مراجع؟ هي المؤلفات التي كتبت بعد انتهاء زمن الحدث اصلا. حلو الكلام؟ طب يا عم زياد المصادر الاوليه دقيقه، اكثر دقه من المصادر ايه؟ الثانويه. طب المصادر الاوليه صعبه الحصول عليها. طب المصادر الثانويه متوفرة وسهل الحصول عليها من أي مكان عادي جدا. طب الأمثلة قال المصادر الأولية الآثار، البرديات، الأسطراقة، النقوش، النقود والمسكوكات، كتابات المؤرخين القدماء. لكن المصادر الثانوية كتابات الفلاسفة، كتابات الشعراء وإيه؟ والأساطير. في مشكلة يا رجالة؟ يلا نشوف يا حبيب قلبي ندرس بقى أنواع إيه؟
المصادر دي ونعرف وندرس عن كل حاجة فيها. بيقول لي يا صديقي ايه؟ عندي الآثار، النقوش، البرديات، الأستراقة، النقود والمسكوكات، كتابات المؤرخين القدماء، كل ده مصادر ايه؟ أولية. طيب لكن الأساطير وكتابات الفلاسفة وكتابات الشعراء مصادر ثانوية. حلو الكلام. يلا حبيب قلبي صلى على النبي كده ونبدأ بأول حاجة بالمصادر الأولية. وأول حاجة عندي هي الآثار، ودي أهم حاجة في المصادر الأولية. قال لي يا عم الزوز والله الآثار ده عندي منه أنواع. قال لي عندي آثار قائمة، آثار قائمة، وعندي نوع آثار تاني آثار لازم حفر في الأرض. الآثار القائمة يا رجالة زي المعابد وزي الأهرامات، دي آثار اوريدي موجودة، صح ولا لأ؟ اوريدي هي حاجة مبنية قصادي، يبقى الأهرامات والمعابد من الآثار القائمة. يبقى جميع البقايا الأثرية زي الأهرامات والمعابد، ودي يعتبر يا رجالة إيه؟ آثار قائمة. طب يا رجالة الحاجات اللي مدفونة تحت زي المومياوات، زي التمائم، زي التماثيل، صح ولا لا؟ الحاجات دي لازم تتم باعمال حفر، لازم احفر في الارض عشان ايه؟ اجيبها، صح ولا لا يا رجاله؟ يبقى جميع البقايا الاثريه زي الاهرامات والمعابد والاثار التي يتم العثور عليها بنبذل مجهود عشان نجيبها ونكتشفها اثناء الحفر من حين لاخر من وقت. والمومياوات يا رجاله، الحاجات دي كلها بنتم من خلالها عن طريق الحفر. يبقى انا كده يا مستر الاثار دي من المصادر الاوليه. نوعها يا عم زياد ايه؟ قال لي مصادر اثار قائمه زي الاهرامات والمعابد، واثار بنجيبها من الحفر زي المومياوات والتمائم والتماثيل. نخش على تاني حاجه يا صديقي وهو النقوش. النقوش قال لي قال لي يا صديقي النقوش على المواد الصلبة. النقوش على المواد ايه؟ الصلبة. وركزوا معايا في جزئية النقوش دي عشان مهمة جدا. قال لي يا صديقي تشمل الرسم والكتابات المدونة على مواد صلبة. زي ايه مثلا؟ زي الحجر والرخام. ما هو الحجر والرخام ده كانوا بينقشوا عليه زمان، صح ولا لا؟ كانوا بيكتبوا عليه كده حاجات غريبة واللغة بتاعتهم الغريبة دي، صح كده يا رجالة؟ يبقى النقوش كانوا بينقشوا على الأحجار والرخام، أي حاجة صلبة كانوا بينقشوا عليها، والخشب والجرانيت والصلصال والمعادن، خاصة إيه؟ البرونز. وتنقسم إلى نوعين يا رجالة. إيه هما النوعين يا عم زياد؟ قال يا صديقي نوعين: نقوش غائرة ونقوش بارزة. نقوش غائرة ونقوش إيه يا رجالة؟ بارزة. طب إيه هي النقوش الغائرة؟ تعال نشوف يعني إيه نقوش غائرة. هي نقوش مكتوبة. نقوش إيه يا رجالة؟ مكتوبة. طيب زي حجر إيه؟ حجر باليرمو. تعال نشوف الحجر ده. يبقى يا مستر عشان نتعرف على النقوش الغائرة يبقى قصادي حجر إيه؟ باليرمو. طب يا مستر إيه عبارة عن حجر باليرمو ده؟ قال لي يا صديقي هي لوحة كبيرة من حجر الديوريت الأسود، طولها حوالي 2 متر. طولها حوالي إيه؟ 2 متر. وقد عثر عليها في منف. إيه ده؟ هي منف دي فين؟ قال لي موجودة في الجيزة. موجودة فين يا رجالة؟ في الجيزة، وهي قرية 100 رهينة حاليا. قرية ايه؟ 100 رهينة. تمام يا رجالة؟ يبقى حجر باليرمو هي عبارة عن لوحة كبيرة من حجر الديوريت الأسود، طولها حوالي ايه؟ 2 متر. وقد لقوها فين يا مستر حجر باليرمو ده؟ لقوه في مدينة منف. طيب بيحتوي على ايه بقى الحجر الجامد القمر دوت يا رجالة؟ بيقول لي حجر باليرمو ده مهم جدا، بيفيدني في حاجات كتير جدا. بيفيدني في ايه؟ بيقول لي يا مستر بيعرفني اسماء من حكموا مصر. ايه ده؟ ايه ده؟ ده ايه الجمدان ده؟ بيعرفني اسماء ملوك مصر كلها يا عم زياد. قال لي بس ملوك مصر على العموم؟ قال لي لا، ده في فتره معينه. من امتى بقى؟ قال لي من عصر ما قبل الاسرات وحتى ثالث ملوك الاسره الخمسه. ايه ده؟ عصر ما قبل الاسرات يعني من امتى؟ قال لي يعني من قبل الملك مينا. من قبل الملك ايه؟ مينا. هو مش مينا هو اللي عمل بدايه الاسرات يا رجاله؟ مش مينا اللي وحد القطرين؟ في عصر ما قبل الاسرات ده يعني قبل وجود الملك مينا اصلا. يعني الحجر باليرمو ده بيعرفك مين هم اسماء الملوك اللي حكموا مصر من عصر ما قبل الاسرات لغايه مين بقى؟ لغايه الملك الثالث من الاسره الخمسه. لغايه الملك الثالث من الاسره ايه؟ الخمسه. حلو الكلام، ركز معايا فيه. يبقى دلوقتي يا عم الزوز
حجر باليرمو يا صديقي. ما تنساش يا صديقي تفعل زر الجرس وتشير الفيديو يا صديقي، ولايك وكومنت جميل عشان نعرف نكمل معاك يا حبيب قلب المنهج كله ان شاء الله. يبقى يا عم زياد حجر باليرمو يحتوي على ايه؟ اسماء من حكموا مصر من فين لفين؟ قال لي من عصر ما قبل الاسرات. يعني يا عم زياد من قبل الملك مينا ما يجي اصلا لغايه امتى يا عمي؟ لغايه ثالث ملك في الاسره ايه؟ الخمسه. طيب الاحداث التاريخيه المهمه اللي بتسردها لك الحجر دوت بيعرفك الحروب واقامه المعابد واقامه التماثيل ذات الاهميه الخاصه، بيديك بعض المعلومات كده في الفتره ديت. يبقى خد بالك، هسالك سؤال. لو انا جيت قلت لك دلوقتي لو انا عايز اعرف الملك الثاني في الاسره السادسه، مين اللي هيعرفه لي؟ هتقول لي حجر باليرمو. اقول لك لا، ركز معايا. انا قلت لك الملك الثاني في الاسره السادسه، وانا قلت لك اصلا ان حجر باليرمو اخره معايا ثالث ملك في الاسره الخامسه، يعني رابع ملك في الاسره الخامسه ومش هيعرفوني. وصلت يا صديقي؟ يبقى هو اخره معايا ايه؟ ثالث ملك في الاسره ايه؟ الخامسه. حلو الكلام ده بالنسبه لحجر باليرمو. قال له يا صديقي عندي نقوش بارزه. يعني نقوش بارزه كاني مثلا الخشب ده بارز، صح ولا لا يا رجاله؟ بيبقى في خشب بارز، صح ولا لا؟ بارز ده يعني زي 3 دي كده، بقعد الملمس بتاعه بيبقى بارز. طيب نقوش بارزه زي صلايه الملك نعرمر. الملك نعرمر ده يا رجاله هو دلع لمين؟ للملك مينا. زي مثلا زياد بيقول له يا زيزو او يا زوز، فاهم؟ اي حد اسمه ليه دلع بيقولوا له بيه. نفس الفكره كانوا بيدلعوا على الملك مينا، بيقولوا يا ده نعرمر يالا، يا ده نعرمر يا كده، فاهم؟ اوكي. يبقى صلايه الملك نعرمر هي لوحه من الحجر الشيست الاخضر، تحتوي على رسومات من الامام والخلف، وترجع للاسره الاولى عام 3200. طبعا كلنا عارفين التاريخ ده، 3200 مينا وحد القطرين، صح كده يا رجاله؟ طيب يبقى يا عم الزوز صلايه الملك نعرمر هي لوحه معموله من الحجر الشيست الاخضر، تحتوي على رسومات من الامام للخلف، وترجع للاسره الاولى. طيب يا عم الزوز فيها ايه بقى؟ قال لي بيصورين الملك نعرمر وهو يضرب الاعداء مناظر الجنود والاشكال الزخرفيه والرمزيه بالدول القديمه. يعني صلايه الملك نعرمر دي بتعرفك كل حاجه. تعالى كده نشوف الرسمه كده ونكبرها معانا. بصوا كده يا رجاله، صوره اهي للملك مينا بيعرفك اللبس بتاعهم. شفتوا الملك مينا ماسك عصايه كده، تمام، ومرقد واحد على الارض كده وباين عليه ايه؟ هيهين وهيمسح بكرامته الارض، واخدين بالكم؟ وجايب البتاعه دي وهيضربها بقى على دماغه، هو ماسك دماغه اهو وهاته هدعك فيه، عمال يدعك فيه، واخد بالك انت اهو؟ واخد بالك العصايه اللي ماسكها اهو؟ تعالى قال يا ابن الذين انت تعالى اظبطك، واخد هو باين اهو، تمام. طيب دلوقتي يا صديقي، مش اللوحه دي عرفتني الدنيا؟ عرفتني نوع الاسلحه، عرفتني ان الملك مينا كان جامد، عرفتني طريقه اللبس بتاعهم، عرفتني كل حاجه، صح ولا لا؟ يبقى اللوحه دي يا صديقي عرفتني فيها كل حاجه، واخد بالك؟ لوحه مرسوم عليها كل حاجه، بتعرفني التفاصيل، بتعرفني نوع الاسلحه اللي عندهم ايه، بتعرفني الاشكال الزخرفيه والرمزيه، بتعرفني الجنود كانوا بيلبسوا ايه. واخدين بالكم يا رجاله؟ كانوا بيلبسوا كده زي مرياله كده ورجلهم باينه كلها. جيبه دي ولا ايه؟ ما تفهمش في مشكله. طيب يبقى دلوقتي يا صديقي حجر باليرمو وصلايه الملك ايه؟ نعرمر. يبقى حجر باليرمو من ايه يا مستر؟ من ايه؟ من الديوريت الاسود. لكن صلايه الملك نعرمر من الشيست الاخضر. حجر باليرمو يا عم الزوز بيديني التفاصيل كلها واسماء ملوك مصر من عصر ما قبل الاسرات لغايه ثالث ملك في الاسره الخامسه. بيعرفني الاحداث اللي حصلت برضو خلال ايه؟ الفتره دي. في مشكله؟ طيب يبقى النقوش الغائره او حجر باليرمو والنقوش بارزه زي صلايه الملك نعرمر دي من النقوش المهمه لدراسه المصادر ايه؟ الاوليه. طيب نخش بقى حبيب قلبي على البرديات. نخش على ايه؟ البرديات. ركز معايا كده يا صديقي الصدوق. بيقول لي يا صديقي ايه موضوع البرديات ده؟ البرديات ده روح قلبي هو عباره عن نبات بيصنعوا منه الورق. ورق البردي، لا اللفائف. الورق الملفوف ده ورق بردي. هل يا عم الزوز البرديات دي من المصادر الاوليه؟ قال لي طبعا من المصادر الاوليه. امال من المصادر الثانويه؟ قال لي البرديات فعلا من المصادر الاوليه، لان دي كانت لوحات من الورق بيتم الكتابه عليها بالحبر. بس خد بالك يا صاحبي بقى، البرديات دي مهمه جدا. ليه مهمه؟
كانت فيها مصادر كتيرة جدا، والبرديات من أهم المصادر لدراسة إيه يا مستر؟ المصادر الأولية. يبقى البرديات يا مستر من أهم المصادر اللي بندرس منها الحضارة، لأنها من المصادر الأولية الدقيقة جدا. دي حاجات مكتوبة، يعني هم كانوا كاتبينها يا عمي، بس صعب الحصول عليها. أكيد مش هروح أقول لهم هاتوا بردية أدرسها، يعني ده هبل، صح ولا لأ؟ طيب، يبقى البرديات هي المادة الوثائقية المكتوبة على لفائف من الورق المصنوع من نبات البردي، مثل بردية إيبرس الطبية. إيه ده بقى؟ إيه إيبرس الطبية دي؟ قال لي يا صديقي دي بردية في علوم الطبيعية وبالذات علم الطب. البردية دي يا صديقي لما لقوها بتوضح كل الأمراض وكل التخصصات في الطب، زي البطنة والنساء والجلدية والعيون والجراحة والطب الفسيولوجي اللي هو بتاع الأعضاء والتشريح وكمان إيه؟ ده كمان في البردية دي علاجات، وصفات علاجية لبعض الأمراض. أنت متخيل يا صديقي؟ تعالى كده نشوفها مع بعض. بيقول لي في مجال الطب بردية إيبرس الطبية، بيقول لي تعد بردية إيبرس أقدم مخطوطة علمية محفوظة قدمتها الحضارة المصرية القديمة، وتعد مرجع مهم للأمراض الباطنية والعيون والجلد والأطراف والنساء وبعض جراحات، كما تتضمن أيضا بعض المصطلحات الخاصة بالتشريح الفسيولوجي اللي هو تشريح الأعضاء والعلاج يا رجالة. تمام؟ يعني حتى مش بيسايبينك كده، بيدوك وصفات علاجية لبعض الأمراض كمان. تمام يا رجالة؟ وده طبعا تعد مصدر خصب للكثير من الجوانب الحضارة المختلفة، وكانت مصر هي المصدر الوحيد لورق البردي حيث كانت تصدره للشعوب الأخرى. مصر يا رجالة هي البلد الوحيدة اللي كان عندها ورق بردي وبتديه لشعوب العالم كلها. بس خد بالك بقى ملحوظة مهمة جدا ليك، الورق البردي ده صديقي كان غالي جدا، ما كانش اي حد يقدر عليه. ايه ده؟ يعني قصدك تقول لي مش كل الناس كانت بتستخدمه؟ اقول لك برافو عليك، مش كل الناس كانت بتستخدم الورق البردي. طب هم يا مستر الطلبه اللي كانوا موجودين زمان كانوا بيكتبوا عليه ويشخبطوا عليه؟ اقول لك يا صديقي كانت المراحل الصغيره اللي هم لسه بيتعلموا كانوا بيكتبوا على حاجه اسمها الاسطراقه، ومحدش يقول لي يعني ايه، لان انا لسه هشرحها في الجزئيه اللي بعدها، هشرحها بالتفصيل. طيب امال الكبار كانوا بيكتبوا عليه اللي هي في المدارس المتقدمه زيكم كده دلوقتي، انتوا في ثانوي، وانا ما بناش الدكاتره ومهندسين قصاد دلوقتي الناس الكبار، صح ولا لا؟ فكانوا دول بيستخدموا الورق البردي، لان الورق البردي في الفتره دي كان غالي جدا، فكانت التكلفه على الدوله كبيره جدا انها توفر الورق البردي للناس كلها. فبالتالي كانوا واخدين بس جزئيه اللي هي المدارس المتقدمه زيكم دلوقتي يا اساتذه يا كبار يا دكاتره مهندسين، كلهم بيستخدموا الورق البردي. ليه يا مستر؟ لان كانت تكلفته عاليه جدا. اكيد مش هجيب ورق برده اديه لطفل يقعد يشخبط عليه، لانه كان بيتكتب بالحبر عليه، والحبر ده ما بيسمح مش بيتمسح. فهمت اقصد ايه؟ يبقى دلوقتي يا صديقي الورق البردي ده ما كانش كل الفئات بتستخدمه، لدرجه يا صديقي ان هو كان الناس الاغنياء بس هي اللي بتجيبه اصلا. تمام؟ طيب تعالى كده نشوف. بيقول لي ايه؟ توضيح: كان ورق البردي في مصر الفرعونيه لا يستخدم الا في فرق المتقدمه بالمدارس زيكم كده يا باشمهندسين والمعابد وكتابه الوثائق المهمه. اي حاجه تخص الدوله مهمه لازم تتكتب بالورق البردي. وذلك ليه بقى؟ لصعوبه الحصول عليه، حيث كان من اهم السلع التجاريه المصريه، بالاضافه لصعوبه مسح الحبر المستخدم في الكتابه عليه. يعني مش هتعرف تكتب حاجه وتمسحها، شكرا هترمي الورق. فليه التكلفه بقى؟ تمام. في مشكله كده لغايه دلوقتي؟ الدنيا زي الفل معايا. نخش يا عزيزي على اخر في المصادر الاوليه، وهي ايه؟ الاسطراقه. ايه هي الاسطراقه ده يا صديقي؟ صلي بينا على النبي. صلى على النبي اهو. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. دلوقتي يا حباب قلبي عارفين الطاجن الفخار؟ الطاجن يالا، طاجن الفخار اللي بيتعمل فيه طاجن اللحمه، وطاجن الباميه باللحمه، طاجن العكاوي، صح يا؟ لو انت جبت الطاجن دوت وفضيته من الاكل وغسلته غسله حلوه كده، وهوب وقع منك، طبعا مامتك مش هتحلك، هتكسرك وراه على طول. حلو الكلام. شفت الكسر بتاع الفخار دوت بقى؟ هو الكسر ده اسمه الاسطراقه. هو كسر الفخار ده اسمه ايه؟ الاسطراقه. كانوا بيسموها يا رجاله شقفه. بيسموها ايه؟ شقفه. كسره الفخار دي يا رجاله كانوا بيسموها ايه؟ شقفه. فكانت الناس بتكتب عليها. فهمتوا يا رجاله؟ يبقى هي الاسطراقه هي عباره عن كسرات الفخار والاحجار المكتوب عليها، وتسمى شقفه. استخدام الاسطراقه في ايه يا مستر؟ كانوا بيستخدموها في الكتابه بقى اليوميه بتاعتهم من الطبقتين الفقيره والمتوسطه، لان الغنيه كانوا بيستخدموا البردي،
لكن الفقيره والمتوسطه بيستخدموا الاستراقه، لو احنا غلابه بنستخدم الاستراقه. ليه؟ لانها متوفره وسهله الحصول عليها. ايه ده الاستراقه سهله؟ قال لي ما حضرتك الحضاره المصريه القديمه انت بتتكلم على نهر النيل، صح ولا لا؟ ونهر النيل موجود وحوالينه في طينه، فالطينه متوفره على طول، فبعمل منها فخار، فالفخار موجود على طول، فدي سهله موجوده عند الكل. فهمتوا الفكره؟ يبقى عشان كمان متوفر وسهل الحصول عليه زي ما عرفتكم، وكمان غير مكلف نظرا لصعوبه الحصول على ورق البردي. وكمان يا عم الزوز استخدموه في حياتهم اليوميه المختلفه. الاستراقه سهله خلاص، بيستخدموها في الايصالات اللي ما بينهم، في تحرير الايصالات، الخطابات، التدريب على الكتابه. لو طالب لسه بيتعلم الكتابه بيستخدم الاستراقه، اكيد مش هجيب له ورق بردي يتعلم كتابه، صح ولا لا يا رجاله؟ يبقى الاستراقه كانت مهمه يا رجاله في تحرير ايصالاتهم والخطابات بتاعتهم، والتدريب على ايه يا رجاله؟ والتدريب على الكتابه. طيب نخش بقى يا رجاله على النقود والمسكوكات. النقود وايه؟ والمسكوكات. بيقول لي يا عم الزوز النقود، ايه موضوع النقود والمسكوكات ده يا عم زياد؟ بيقول لي يا صديقي النقود والمسكوكات هي هي قطع معدنيه تحمل ختم من السلطه العامه لضمان وزنها ودرجه نقائها. ايه ده؟ يعني الفلوس دي عليها يا مستر ختم من السلطه العامه لضمان وزنها ودرجه نقائها؟ قال لي عشان ما تتزورش. يعني اديكم مثال، شوف كده فلوس كده، نطلع فلوس من معانا. كام دي؟ 200 جنيه اهي. ما تطلعي بقى. بصوا يا رجاله، انا عندي ال 200 جنيه اهي دلوقتي، مش انا عندي على ال 200 جنيه في خط كده، صح؟ الخط ده بيمنع من التزوير، صح ولا لا يا رجاله؟ وطبعا يا رجاله في برضو الفورمه بتاعت امضه المحافظ، وعليه الرقم وعليه التاريخ، يعني هي اتعملت امتى؟ عام 2022، صح كده؟ وعليها كلمه البنك المركزي المصري، يعني دي حاجه تخص ايه يا رجاله؟ تخص ايه؟ تخص المصريين. فهمتوا؟ يبقى كده يا عم الزوز لكل دوله لما بتيجي تعمل عمله بيبقى عليها ختم من السلطه العامه، تمام؟ ليه يا عم زياد بيعملوا كده؟ عشان يضمنوا الوزن بتاعها ودرجه نقائها. طب ليه يعني؟ قال لي يا صديقي هم كانوا بيعملوا العملات بتاعتهم من الفضه والذهب والحديد، كانوا بيعملوها من معادن، فلازم يبقى عليها الدمغه، صح ولا لا يا صديقي؟ طيب اهميه النقود والمسكوكات، قال لي تعتبر النقود والمسكوكات مواد مؤرخه يمكن من خلالها تحديد عصور تاريخيه ودراستها. ايه ده؟ انت متخيل انت ممكن من الفلوس دي تدرس هل الدوله دي كانت حالتها الاقتصاديه كانت عامله ازاي وايه ظروفها، وهل كان في حروب ولا لا؟ قال لي قال له يا صديقي يعني مثلا ممكن تعرف الحاله الاقتصاديه بتاعت الدوله ازاي يعني يا عم؟ قال له يا صديقي يعني انت ممكن لو دوله لقيت العمله بتاعتها ذهب، فدي وش كده الدوله دي جامده بوفتيك، جامده جدا، صح ولا لا؟ طب لو الدوله العمله بتاعتها من فضه، دوله شغاله متوسطه. طب لو دوله عملتها حديد، يبقى دولة على الله حكايتها، على الله ان شاء الله، دولة تعبانة. فهمتوا الفكرة في ايه؟ طيب الاحداث السياسية بيبقى عليها الاحداث السياسية، برضو عليها الاشكال الحروب والكلام ده. طب صور الملوك والحكام برضو بيعرفك ان العملة بيبقى عليها صورة الحاكم، بيعرفك هل العملة دي كانت في تاريخ كام، في عصر ايه، وهكذا. طب اسألك سؤال، هل من خلال العملة ممكن نحدد العصر الفرعوني او عصر الدولة القديمة؟ طب أسألك سؤال، هل ممكن من سك العملة والمسكوكات والفلوس والعملات دي كلها هعرف على تاريخ الأحداث اللي حصلت في تاريخ العصر المصري القديم أو العصر الفرعوني؟ هقول لك لا. ليه يا عم؟ هقول لك يا صديقي أصلا أيام المصريين القدماء ما كانش فيه عملة. خد المفاجأة، لم يكن سك العملة معروف في العصر الفرعوني. إيه ده؟ ما كانوا بيبيعوا ويشتروا إزاي؟ قال يا صديقي في نظام اسمه المقايضة. إيه المقايضة دي يا باشا؟ اللي هو تبادل السلع بسلع أخرى. يبقى المقايضة يعني إيه؟ تبادل السلع بسلع أخرى. يبقى يا مستر ده أنا مش هستفاد منه في العصر الفرعوني. ليه؟ لأن العصر الفرعوني أو عصر الدولة القديمة ما كانش فيه إيه؟ فلوس، وما كانش فيه عملات، كانوا بيتعاملوا بإيه يا رجالة؟ بالمقايضة. حلو الكلام ده. نخش بقى على كتابات المؤرخين القدماء. عندي كل دي من ضمن المصادر الأولية. مانيتون السمنودي
يعد أول مؤرخ مصري قديم حاول كتابة تاريخ مصر. ليه ده يا مستر؟ ده بيقول لي ده كتب ازاي مصدر أولي؟ قال لي ما هو كان معاصر الأحداث، يعني كان بيشوف الحاجة ويكتبها. أنا شايف الحدث أهو وبكتبه، شايف ومنقل، بشوف البصر عندي بيشوف وإيدي بتكتب على طول، يبقى ده كده مصدر أولي. زي ما عمي واخويا وحبيبي مانيتون السمنودي عمل الكلام ده، كتب على تاريخ مصر. طب قال لي هيرودوت، ايه ده؟ هيرودوت برضو يا مستر من هيرودوت من المصادر الاوليه؟ قال لي يا عم اما نشوف يا عم تعالى. بيقول لي يا صديقي زار مصر وكتب عنها في كتابه. كتاب ايه؟ كتاب تمحيص الاخبار الذي يتكون من 9